الله الله. الطشه دي طلعت صوتها، عملوا صوت. لا ما هي نزلت خلاص الطشه بقى، الصوت ده بيحبوا يعملوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا زي ما سمعتوا كده في بداية الفيديو. طشة القلقاس، وطشة القلقاس كده زي طشة الملوخية بالظبط، حاجة كده بتخش القلب كده، وريحتها بجد بتكون تحفة. كانت مامتي بتقولي سيبي لهم كده صوت الطشة بيبقى حلو، خليه في بداية الفيديو، فانا سبته لكم. بصوا بقى القلقاس بتاعنا حاجة كده بجد يا جماعة تحفة، وكان طعمه بجد في منتهى الجمال. انا عملته على الطريقة بتاعتي انا، مش على طريقة مامتي بتعمله بطريقة مختلفة شوية، هقولها لكم وانا شغالة في الفيديو. بس انا عملته على طريقتي انا، ودي الطريقة برضو بتاعت زمان، بتاعت اهالينا زمان. بس ماما بتعمله برضو على طريقة اهالينا زمان، بس بطريقة تانية مختلفة. وهنا عملنا بسلة، وعملنا جنبهم بقى رز بالشعرية. القلقاس يا جماعة من الحاجات اللي بتدفي في الشتاء، وحلو جدا جدا، وانا عن نفسي بعشقه. يلا بينا بقى نشوف طريقة التحضير. معانا هنا اللحمة شطفناها، وهنعمل الأول شوربة، علشان القلقاس محتاج الشوربة اللي هي بقى ايه هتطلع من اللحمة. لأن طبعا أنا عن نفسي بحب القلقاس بشوربة لحمة، بعمله كتير بشوربة فراخ، بس بعشقه بشوربة اللحمة. وطالما عندنا لحمة يبقى نعمله على شوربة لحمة. هنا المية بتاعتنا غليت، نزلنا باللحمة بتاعتنا، وبدأنا ان احنا بقى ايه ننزل بيها علشان نطلع الريم. هنخرج بقى الريم كله. وهنا بقى خدنا القلقاس غسلناه وخرطناه، حطينا عليه عصرة ليمونة، وهنخليه ياخد غلوة. بعد ما يغلي الغلوة دي بناخده نغسله تحت الحنفية، نشيل منه كل المادة اللزجة. هنا بقى معايا بصلاية خرطناها، وحطينا عليها مكعب من المرق، بيدي طعم حلو للشوربة، انا بعتبره منكهات. حطيت عليه شوية فلفل اسود وورق لورا وحبهان مطحون. ونزلنا بعد ما شلنا طبعا الريم من على الشوربة كده خلاص، ما يعتبرش ناقصها اي حاجة غير في مرحلة بقى 3/4 السوا ننزل بالملح. وبس كده الشوربة بتاعتنا كل حاجة بتاعتها كاملة وتمام التمام. هنا بقى هنعمل اول حاجة البسلة مع بعض، علشان اوريكم القلقاس خطوة بخطوة. في حلة بقى كده حطينا معلقتين من السمنة، ومعلقتين كده ممسوحين من السمنة، ونزلنا بقى عليهم، هننزل عليهم ببصلتين كده متخرطين متوسطين، او بصلاية كبيرة. هنا دول بصلتين متخرطين متوسطين، هننزل بقى بيهم، وهنبتدي ان احنا نحمرهم لحد ما ياخدوا اللون الذهبي. مش عايزين البصل ده يغمق يا جماعة، عايزينه ياخد اللون الذهبي. انا هنا لما البصل خد اللون الذهبي ما لحقتش اخد اللقطة دي، ف يعني اتمسحت من الفيديو، معلش. هنا بقى ايه معانا البسلة اهي فصصناها، والجزر خرطناه، وانا بحب اضيف له بطاطس، بضيفها بقى في الاخر. ضربنا الطماطم في الخلاط، ونزلنا صفيناها الاول، ونزلنا بيها بقى على البصلة اللي واخدة اللون الذهبي. ولما دخلت في بداية التسبيك زودنا لها شوية شوربة، وحطينا البسلة بتاعتنا، وهنضيف كمان الجزر والبسلة هننزل بيهم في المرحلة دي مع بعض، لان هما بياخدوا تسوية شوية عن البطاطس. نزلت بقى بالجزر والبسلة كده، وهبتدي ان انا اخليهم بقى ايه ياخدوا تسويتهم الكافية، او 3/4 تسويتهم برضو. وبعد كده نضيف لهم شوية شوربة، ونضيف لهم البطاطس. هنقلب بقى كده ونسيبهم على النار لحد بقى ما ياخدوا 3/4 تسوية، ونشوف بقى هنعمل ايه. هنا بقى البسلة بتاعتنا هتبتدي ان هي بقى ايه تدخل في السوا. المرحلة اللي جاية كده هتشوفوها معايا، هضيف لها بقى البطاطس، هقطع بطاطستين كده مكعبات، واللي مش بيحب مرحلة البطاطس او خطوة البطاطس ما يحطهاش. في ناس بتحبه بس بتحب البسلة بالجزر بس. هنا حطيت البطاطس، ولما دخلت كده في السوا رشة فلفل اسود. انا مش بحط للبسلة بتاعتي تومة خالص، بحط فلفل اسود بس. ظبطت الملح وحطيت الفلفل الاسود. هنا معايا السلق علشان القلقاس، ضربته في الكبة سلق لوحده بس، ضربته في الكبة وعصرته، خدت ميته الخضرة، والتفل بتاعه نقلته كده في طبق. بعد ما عصرته خدت التفل بتاعه في طبق لوحده، علشان ده هنحمره. ايه بقى الطريقة المختلفة اللي انا بعملها عن مامتي؟ ان ماما بتسلق السلق الاول، وبعد كده تعصره وتاخد ميته الخضراء. انا مش بسلقه، انا بضربه في الكبة كده، او كنت زمان قبل ما اشتري كبة كنت بخرطه بالمخرطة. تمام، كنت بخرطه بالمخرطة، واصفي برضو ميته، واخد التفل بتاعه.
وهو كده على النية، علشان ببتدي ان انا احمره تحمير كده ايه زي ما هتشوفوا معايا. وببتدي بقى ان انا انزل بمعلقتين كده من السمنه، وتكون سمنه طعمها بقى حلو، سمنه بلدي، سمنه تكوني انت بتحبي تستخدميها عشان القلقاس كده طعمه يفوح ويبقى جميل. ونزلت بقى اللي هو بقى خلاصة السلق بعد ما صفيت ميته او التفل بتاعه كده، وبحمر فيه. طبعا شايفين كميته ده، كل ده هيقل خالص وهيبتدي ينكمش بعد ما يتحمر. هنحمر بقى فيه. وهنا بقى ماما غسلت القلقاس ونزلت بيه كده في الشوربة بعد ما طبعا شالت منه كل المادة اللزجة. هي على فكرة ماما انا كنت بصور وبقول لها تعمل ايه وتعمل ايه، بس انا عاملاه على طريقتي يا جماعة. هي ماما لما كانت حتى بتغرف لهم بتقول لهم على طريقة هلا مش على طريقتي انا، لان دي مش طريقتها فعلا. بس كده حطينا بقى القلقاس بتاعنا ياخد تسوية 3/4 تسوية، مش عايزينه يتهري يا جماعة، لان القلقاس من الحاجات الحساسة جدا. وهنا بقى المية الخضراء اللي احنا صفيناها من السلق هننزل بيها بقى علشان يكمل تسويته بقى معاها، ويبتدي بقى ان هو ايه نحضر علشان نعمل الخطوات اللي جايه. القلقاس يا جماعه بيكون له كذا خطوه. الخطوه الاولانيه بناخده غلوه على النار، نغسل منه، بعد كده ناخده تحت الحنفيه نغسل منه الماده اللزجه، ننزل بيه في الشوربه، نحمر السلق، بعد كده بنحمر التومه مع الكزبره اخر مرحله. تمام كده. هنا بصوا شايفين كميه السلق قلت ازاي، والقلقاس ابتدى ان هو بقى ايه يغلي معايا. هيغلي كام غلوة ويستوي كده 3/4 سوا. هنضيف له السلق اللي احنا بنحمره. شايفين بدأ يقل ازاي زي ما انتوا شايفين كده، وانا منعماه في الكبة خالص علشان مش عايزاه يبقى باين حتت كده كبيرة. بدأنا بقى ان احنا ننتشله كده من الزيت خالص، مش عايزين الزيت ده. الزيت ده هنحمر فيه التومة دي اللي انتوا شايفينها مع الكزبرة. دي تومة وكزبرة هنضربهم برضو ونحمرهم. هنا بقى لما نزلنا بالسلق شايفين اللون وجماله تحفة يا جماعة، والله العظيم كان طعمه حدوتة مع شوية الرز بالشعرية كده. ما اقولكمش اوعى بقى، يعني حاجة كانت بجد ضرب نار، كان جميل جدا جدا. وعايزة اقول لكم ان الإدام اللي كان على الوش ده والله لما جينا نغرف مفيش، يعني ما تقلقوش خالص، ولا بيحمي على صدرك ولا اي حاجة. بمجرد ان انت بتقلبيه تقليبه صح الإدام ده بينزل تحت وما بيبقاش طبعا على وش الطبق. بنبتدي بقى ان احنا هنا بقى نحمر الكزبرة مع السلق. وهنا بقى دي الطشة، بس انا هنا قفلت صوتها لكن في البداية كنت فاتحة لكم. ونزلنا بقى بالكزبرة مع التومة، وعايزة اقول لكم الريحة كانت تحفة يا جماعة. كل اللي اكل طبق قلقاس من القلقاس ده كان بيقول بجد تحفة، بجد كان جميل. ودي طريقتي اللي انا بحب اعملها. في الطريقة التانية اللي قلت لكم عليها ان احنا نسلق السلق ونعصره، وبعد كده ناخد ميته نحطها على القلقاس ونكمل برضو نفس المراحل. بصوا شايفين خطير يا جماعة خطير. هنا الكاميرا كانت مطلعة الدنيا غامقة شوية بس مش عارفة ليه، بس هو طبعا اللون اللي انتوا شفتوه كده في بداية الفيديو شايفين ده لونه كده. الكاميرا ساعات كده بتحول معايا وتغمق الدنيا. حطينا بقى اللحمه اللي احنا سلقناها، لان انا طبعا ما رضيتش اخليها تتهري اكتر لان احنا كنا سلقينها كويس جدا. فحطيتها بقى كده تاخد غلوه مع القلقاس بعد ما ضفنا له الطشه اللي هي الكزبره بالثومه. وتاكلي بقى احلى طبق قلقاس وبالف هنا وشفا على اللي كان. حمرت بقى شعريه، وطبعا عملت الرز وما صورتهوش علشان طبعا الفيديو ما يطولش اكتر من كده. وكده طبق القلقاس بتاعنا. والقلقاس باللحمه يا جماعه حدوته تانية خالص. بالفراخ بيبقى لذيذ وجميل وبحبه وبعمله، بس ما اعرفش بحس القلقاس باللحمه كده بيكون ليه طعم تاني خالص بجد كده، بيبقى حلو حلو حلاوه ملهاش حل يعني. شايفين بقى تحفه بجد يا جماعه. كل الإدام ده على فكرة يا جماعة ما تقلقوش، يعني هو معلقتين السمنة اللي احنا حمرنا فيهم السلق، وفي نفس الوقت حمرنا فيهم الكزبرة والثومة، يعني ما زودناش تاني. احنا نشلنا السلق من الإدام وكملنا تحمير الكزبرة والثومة في نفس الإدام. فكان بجد خطير، والبسلة كمان كانت حلوة جدا جدا. واعملوا بقى أكلات تدفيكم كده في الشتاء. يا رب الفيديو يعجبكم. لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.